بالسلامة 5 دقائق فقط تخلص فيها إجراءات المطار وتاخذ الشنطة وبعدين تطلع خلاص. الله يا جماعة صراحة الجو حلو، يقولكم هالأسبوع بالتحديد بيكون في مطر والأجواء وايد بتكون حلوة. إنزين نحن وصلنا وإن شاء الله حسب التوقعات تكون الأجواء. عن المحطة الأولى بتكون الطواحين المائية من سراييب إلين الوجهة تقريبا 2.5 ساعة، لأن نحن اليوم الثاني بنصير بيهاج فاخترنا مدينة على الدرب. بعد ما مشينا ساعة وقفنا، قلنا بناخذ فواكه طبيعية من مزارعهم. ما شاء الله على التفاح، الخوخ، مال الذوطاط، ما شاء الله. وصلنا المطعم هذا. طبعا الدرب الصراحة وعر مثل ما يقولون، ولكن يستحق الزيارة. أنا شفت وايد تعليقات أن المطعم أكله لذيذ وسعاره مناسبة. هذا اللي طبعا بنشوفه وبنكتشفه، ولكن يعني المكان يستحق الزيارة. وأنا أفضل إذا بتكون وقت الغداء. شوفوا يا جماعة القعدات على النهر والأجواء جميلة جدا ما شاء الله. مكان جميل يا جماعة، بس والله مو بوقت المساء صراحة، يعني هذا حق الغداء شيء من الآخر، لكن الأجواء طيبة. أنا باخذ لي شاور ولين كلهم يجهزون بنزل أتمشى في الفريج هذا. والله شكل الفريج فنان. أمس الليل وصلنا ما شفنا شيء مول. اي والله بعد يوم متعب وشاق. وهناك طبعا الشواب فاتحين لهم شبرات يبيعون خضرة وفواكه. جينا نمشي في السوق، شوفوا ما شاء الله نشاط، حيوية وأجواء جميلة. يا سلام، وانت ماشي في الفريج تاخذ لك بعد من هالفواكه الزينة هذه. قفنا شيشة والأجواء باردة الصراحة. كلهم قالوا بناخذ كوفي. أنا الصراحة مو بربيع الكوفي، أنا ربيع الإيس كريم. بختار لي شيء من هالزين وبتمزمز. هذا شي فيه بسكوت، يعني نص بسكوت ونص كافي. الحمد لله وصلنا بيهاج. نحن تقريبا في وسط المدينة مثل ما تشوفون. الأجواء جميلة، وبنسير ناكل في مطعم وبعدين بنتجه للشلالات بإذن الله. الجو يعني وصلنا عند الشلالات. طبعا هاي من أحلى الشلالات اللي في البوسنة. اسمها مكتوب تحت اسمها وايد صعب. المهم بناخذكم الحين بجولة في المكان الحلو. صراحة شارين ويانا حصير والعدة كلها. شوفوا موجودين طبعا، يسوون لكم فواكه ويبيعون لكم عسل. تشوفون الأجواء الطيبة وانتم ماشيين. يا سلام، ما حد يتكلم، ما حد يتكلم، يبغى يصور. بيهاج طبعا فيها وايد أماكن سياحية. نحن هني شوفوا عند الشلال هذا، ولكن في مداخل لفعاليات ممكن يعني تسوونها، رافتنج وصيد، وفي صقور، وهني بعد صيد، وفي غزلان. يعني كنا داخلين بالغلط للطريق، قالوا حقنا هذه بالدراجات. الحين ما أعرف وينها، ولكن
يعني صراحة اللي بيعرف يخطط صح حق المنطقة هذه بيستمتع وايد. بعد المكان فيه حق الهايك. أجرنا الفيلا هذه تقريبا فيها 6 غرف. جزء منها طبعا هذا الجزء الأول فيها غرفة هني وصالة وهناك حمام. تطلعون طبعا الحديقة فيها كل الفواكه اللي تبغيها، تفاح، خوخ، عنب، اللي في خاطرك. هني طبعا مطبخ، وهني الغرفة الثانية أو القسم الثاني، وانتو بكرامة حمام. هني غرفة وغرفة هني، وهني بعد غرفة. ما شاء الله اختيار موفق. 1000 درهم ليلتين، يعني طلع علينا 1000 درهم. هذه طبعا الحديقة، شوفوا صراحة الأجواء والله خيالية. هني الفواكه اللي تحتاجونها وتبغونها، في كل شيء. بنستمتع إن شاء الله، وبنحاول نشوي باكر بنشوي إن شاء الله. باكر بنشوي. وهذه أتوقع رمانة، لا تفاح. أخو يوسف كيف الجدول مال العشاء؟ شوف جدول العشاء بناخذ نقانق، بناخذ تونة، والله مش غلط بنسوي شي حمسة، بنسوي والله شغلكم شغل امهات الصراحة. لا بسيط، خليك شي بسيط. حلو. هذا السوبر ماركت مشي اقل من دقيقة انت في السوبر ماركت وتاخذ لك حق العشاء. هذه الخطة يعني اللي بنسويها حق العشاء، وباكر ريوق ان شاء الله. هني بعد في طماط، بعدنا نقانق، بيض، خبز يعني. انزين هالمرة بنغير الاسكريم. كل مرة ناخذ هذا، هالمرة بناخذ هذا من نفس الشركة. شكله لذيذ والله. هاي الشركة أنا بعتمدها. الأجواء جميلة، ونحن طبعا في قلب بيهاتش مثل ما يقولون، سايرين عند أول معلم سياحي، وتقريبا 3-4 معالم كلها عند بعض. وصلنا لضريح الجندي العثماني مثل ما نشوف. هذا هو الضريح الحين بيبين موجود، وطبعا مسور وما حد يقدر يدخل داخل. في سيادة الصلاة وفي مسيد، ومحاط طبعا بالأشجار والمباني القديمة. هذا مسجد فتحية تم بناءه في عام 1266، وكان كنيسة وتحول لمسيد في العهد العثماني. بنحاول ندخل الحين نصلي فيه الظهر والعصر. شوفوا المسيد قديم جدا. هذا رايح يصلي بعد. الله يتقبل صلاتك.
يا جماعة المكان هذا فيه فعاليات متنوعة، وفي أيضا أكواخ ممكن تأجرها. الكوخ 1000 درهم مثل ما شفت في الموقع، وفي دراجات طبعا، وفي رافتنج اللي هو التجديف. الأسعار معقولة جدا، يعني الدراجات ممكن تكون الأسعار فيها من كباكج 7 أشخاص، جولة 25 دقيقة ب 500 درهم صحيح. وفي بعد تنوع، وفي ألعاب ممكن تسويها. فيعطيكم ما شاء الله المطعم ممتلئ، ما شاء الله المطعم عليه إقبال كبير مثل ما نشوف. صراحة هذا لازم أبي يجربه، بس خلينا ناكل شوي. زين التفت منك شيء يا ريال على هالطول، ما شاء الله عليك. عدي الحين مع ابوي. ثالث، كل واحد 5 رميات. ها 4 تقول ما تعرفه ما تعرف. بعد لك رمية، يلا ابوي. شكرا ام سارة. سارة هبالة. شكرا هبالة. يا حليلها جايبه حقنا كيك راعية البيت. والله ابوي ما اعرف شو اسمها، جايبه كيك. هي يعني هي ما فهمت ام سارة، فقلنا لها سارة جايبه حقنا كيك. زين نشوف. يا حليلها، يا سلام، هذا حق بعد العيش واللحم ان شاء الله. طبعا انا فزت على ابوي، فزت عليه، وبعدين الحين راح قدام تم يدخل. قالوا انا شوف 4 مرات دخلت. بما ان الاجواء جميلة قلنا لا مو بالمسبح طبعا، بنقطع لنا شوية فراولة، بنسوي لنا موهيتو. احلى شيء. ابوهم بير حنايا المغاربه خاصنا غير العاقه والزين. اختي حنا راه تنتفرقعوا بالزين، راه التفرقيع غادي يبدا دابا. اعطوني حل. وصلنا موستار، وهذا السكن. شوفوا سكن متكامل، في وانتم بكرامة هني حمام وغسالة، وهذه طبعا جماعة شو تعبانين منسدحين. انزين طبعا 3 غرف 130 يورو، تخيلوا 3 غرف. مثل هالغرفة في غرفتين تحت في الطابق اللي تحت، فأجرنا 3 بهالسعر الحمد لله حق ليلة واحدة. وصلنا إلى نهر نبع بونا، أنا جيته قبل، مكان حلو صراحة، في مطاعم هني، وفي محلات تجارية، وفي متحف بعد قدام. المكان يستحق الزيارة. صح إنه في موستار درجة الحرارة مو مثل بيهاتش، ولكن جميل الجو الصراحة، في نسايم حلوة. جرب. طلع الثلج. حتى عندنا لا لذيذ والله، وايد حلو. لذيذ. شوفوا الأجواء يا جماعة. هني الجسر الحين بصور لكم اياه. والله في ناس بعدهم يعني يجونه، واحلى شيء انك تي وقت العصر. شو الحلو فيه؟ الناس توقف وتتحدى وتعفد من فوق لين تحت. طبعا موجود بعد، ما اعرف شو وقفنا. شو ميزنك ابوي كيف يطالع ما شاء الله عليه. زين هذا الجسر الحين ما يبين، ولكن جميل ترى. هذه قبل سنة جيت خدت عندها ايس كريم، الحين برد باخذ بعد.
ان شاء الله. لا والله يا سوف فنان والله. صباح الخير من مسكار. ما شاء الله المكان اللي ساكنين فيه في حديقة صغيرة مثل ما أشوف، وجميلة الصراحة. زارعين طماط، خيار، خس، كل شيء. هذا تيم بعد. نشوفنا من أشهر المطاعم في سراييفو تركواز. طبعا مطعم تركي قدم لكم أصناف منوعة من المشاوي، وهني بعد الحلويات. إن شاء الله نراويكم شو طلبنا. من هذا المركز قالوا إن فيه علامات تجارية وأسعار مخفضة، فقلنا أمر نشره. وصلنا التلفريك اللي بسراييفو، بنسير بالتلفريك وبنرجع إن شاء الله مشي. هذا هو المدخل. أول مرة يوم جيت التلفريك قبل سنة قلت إن شاء الله إذا جيت مرة ثانية بتمشى. زين يا جماعة، الهواء النقي صراحة، ومثل ما يقولون صوت الطبيعة، عصافير، وبمر أتوقع على مزارع نشوف الدنيا. فالتجربة الصراحة ما تتعوض. أنا أقول لكم الصراحة، يعني اللي بيجي لازم يجرب النزلة مشي صراحة. بعيشكم أنا شوي الأجواء. أنت نازل بعد تاكل هالكرز، يا سلام. طبعا ونحن ماشيين ما شاء الله في ناس بعد ساكنين في المرتفعات. تجربة يا جماعة جميلة. لو جيت البوسنة إن شاء الله مرة ثانية أعيدها، أركب بالتلفريك وأرجع بين الفرجان. ما شاء الله تبارك الله. الشيء اللي مو بحلو ان اغلب المحلات تسكر قبل العشاء، والله يعني هذه كلها محلات، وهذيك المنطقة القديمة بعدنا ما صرنا، ولكن هذا اللي فاتح حاليا. هي هو نحن نتوقع ان اكله لذيذة الصراحة، وايد ناس كانوا عنده فطلبنا. شوفوا ما شاء الله عيون الناس، عيون الله يبارك له. صباح الخير من سراييفو. السكن اللي ماخذينه قريب من السوق، هذا هو السوق القديم، يعني وسط المدينة. المشكلة الوحيدة اللي واجهناها ان ما في مواقف، يعني تضطر انك توقف في الاماكن المدفوعة، في العادة تكون ممتلئة فتاخذ لك يعني مسافة، ولكن الجو حلو وما عندنا مشكلة. السلام عليكم. سلام رجال بعد، شوفني وانا اصور سعودي. وصلنا مكان اسمه جندل بوليكا اتوقع يعني شي. المهم المكان هذا فيه فعاليات حلوة، في التلفريك يوديك لين اخر شيء، بعدين تنزل بالزحلاقية. العام يوميت جربت الزحلاقية وايد حلوة، وفي بعد ترى شوفوا العاب حق الاطفال، وفي فنادق، وفي مقاهي. فالحين سايرين نعيد التجربة. التذكرة ب20 مارك
تركب التلفريك يوديك لين فوق وترجع بعدين بالزحلاقية.